السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج الحمل، حبايب قلبي صفرونية كده، تفائلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب وكمان استغفروا. طبعا حبايبي اللي أول مرة بيزوروا قناة أم أحمد، ما تنسوش تعملوا اشتراك وشير ولايك للفيديو. حبايبي بقى أولادي وأخواتي الموجودين في القناة، حطوا اللايك، شيروا الفيديو، انزلوا اكتبوا كومنتات، تصلوا على الحبيب وكمان تستغفروا. لازم يكون عندنا يقين وثقة في الله وحده، انه لا يعلم الغيب الا الله، محمد رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انتوا نفسيتكم تعبانة الفترة دي، حاسين ان انتوا مخنوقين متضايقين، مش عارفين تطلعوا من الخنقة ديت. حاول ان انت، يعني انت استحملت كتير، انت استحملت حاجات كتيرة جدا، حاسس ان انت حظك قليل، حاسس ان انت مفيش اي اكتمال في حياتك، وده اكبر غلط. ده كله من الحسد اللي انت محسود له من اقرب الناس ليك. دايما عندك في وجع في راس بدون اي بدون اي سبب، بيجي لك صداع، ألم، خنقة، ما بتبقاش عارف جاية منين ورايحة فين. بس انت بتحس ان انت مخنوق متضايق وتعبان من الظروف، انها كلها ضيقة. كل ما بتنوي خطوة لقدام بترجع مليون خطوة لورا. كل ما بتقول خلاص انا هستقر، هبدأ اعيش، هكمل، بتلاقي ترجعت الخطوات دي لورا. هي الحياة ضاقت شوية من كذا اتجاه، مقفولة. يعني انت دقيت كذا باب والبيبان دي كلها اتقفلت قدامك. في حاجات انت بتخسرها، العصبية الزايدة دي، زيادة عن اللزوم، من اتجاه اهلك او اي اتجاه. انت مش عارف تتكلم لان انت مبقاش عندك كلام، بقيت تتجنب الناس، بتتجنب اي حاجة في حياتك. انت عايز تقعد لوحدك وعايز تكون مستقر عن اي حد. بتقول جابولي ألم، تعب، دمروني. اقرب الناس ليا جت عليا، وفعلا اقرب الناس ليك هم مش دمروك، هم كسروا نصفك، خلوك ان انت تكون شخص وحداني وتستقل بنفسك. كل اللي ظلمك وكل اللي جه عليك، اللي انت اديتهم، اللي انت ضحيت عشانهم، ان انت بدأت وكملت وعافرت، وبرضه ما كانوش يستاهلوا خالص. الناس اللي انت كنت بتديها الخير هم دول اللي ظلموك، وهم اللي جم عليك، اللي كبرتهم واللي عليتهم واللي اديتهم واللي عطيتهم هم اقرب الناس. يعني زي ما بيقولوا كده، عضوا الايد. الناس اللي انت كبرتهم وخليتهم واقفين عليهم هم دول اللي دمروك، هم اللي جم عليك. خصوصا الفتاة، عاملة زي ما بيكون كده أسد، بس حزينة، بتقعد مع نفسها. بس المشكلة اللي بتيجي على بالك هي اللي بتحصل، يعني اللي بيجي في ذهنك هو اللي بيحصل. يعني زي ما بيقولوا كده، روحانياتك عالية، يعني أي حاجة بتحسيها بتحصل. يعني انت من الناس اللي روحانيتها عالية دي، انت حتى بقيتي تخافي. انت من كتر الزعل بقيت فيك نكد، رغم ان انت كنت اجتماعي، شخص ممتاز، رغم ان انت كنت بتحب الخير، بتحب حاجات كتيرة جدا. بس بدأت تكون مع نفسك ولوحدك، وما تسمعش الناس اللي هي بتتكلم، او بدأت تلخص حياتك. انت بتمر فترة صعبة، مرحلة محدش هيفهمها، ومحدش هيقدر يحسها غيرك انت، ومحدش هيطبطب عليك غير ان اللي انت، محدش هيحس اللي انت حاسه. انت من كتر الصدمات بقيت ساكت، ما بقتش تتكلم. من كتر الكلام بقى يعمل لك مشاكل، وبقى يرهقك اكتر ما انت مرهق. انت بدأت تهرب من المجمعات، لان انت ما تعودتش ان حد يشوفك ضعيف. ب- عشان انت الفترة دي كل بتبدأ تكمل، بتلاقي نفسك كسرت ورجعت تاني.
بدأت ان انت ما تقابلش حد ولا تقعد مع حد، لان انت مش عايز حد يشوفك. فكرة ان انت بقى تصعب عليهم، عشان كده انت واخد جنب. ده يعني مش عارفة، هم اصلا بيكرهوك، مش عايزين ان انت مرتاح. هم اصلا عايزين يشوفوك في صراع وفي مشاكل، وكمان عايزين يشوفوك في حالة ما يعلم بها غير ربنا. بس انت دايما بتعافر وبتجاهد وبتوصل لهدفك رغم كل المشاكل اللي حواليك. انت بتجاهد وبتعافر عشان توصل للهدف بتاعك. انت خلاص رميت الماضي كله ورا ظهرك. لا اله الا الله محمد رسول الله. انت الوحدة بقت حاجة اساسية، بقيت عايز تقعد لوحدك. انت بقيت تقول انا مش عايز حد منافق ولا حد يعملني على مصلحته. بدأت ان انت تبقى بعيد عن اللي حواليك. بدأت ان انت تكتفي بنفسك وبذاتك. بدأت تبعد عن اي حد ممكن يحرق دمك، يكون سبب في خيبة املك. اي حد ممكن يكون عايز مصلحته على مصلحتك. بدأت تبعد عن حاجات كتيرة في حياتك. لا اله الا الله محمد رسول الله. في عندك حد معين هو اللي واقف جنبك وبيدعمك، ودايما عايز لك الخير، ودايما عايز لك الفرحة. ده دايما واقف جنبك وفي ظهرك، مش عايزك ابدا تكون مخنوق ولا تكون اي حاجة. بس الضغط النفسي وصلك لمرحلة بقيت كده مش عارف نفسك فيها. مرحلة بقيت شايف كل حاجة ماشية بالعكس. انت مش بتعمل حاجة ومش فاضي. حاسس بالوحدة، مش عايز تتكلم مع حد. حاول ان انت تعمل حاجة انت بتحبها. الحاجة اللي بتحبها اعملها. بتلاقي انت ممكن تعمل حاجة انت بتحبها، وتلاقي فاكتك، تلاقي نفسك كده انت بقيت في عالم تاني. يعني ممكن تكون بتعمل شاي وتلاقي الشاي فار او قهوة، بتسرح تسرح. ما بقاش في حاجة بتشد انتباهك وتشدك انت كشخصية. انت بقيت حاسس ان انت تقيل على نفسك، حتى نفسك حاسس بحالة بانعدام الشعور بكيانك. عامل زي ما تكون كده ماشي على هوا. لا، اطلعوا من الطاقة ديت. انت مستني حاجة بس مش عارف هي ايه وليه وفين ومع مين. شعورك اللي هو دايما موجود وفي بالك، ده عامل لك توتر، عامل لك حيرة. في عندك حد كذاب وجوه حياتك، وانت كمان بدأت تكذب عن نفسك. وما حد بيسألك انت عامل ايه واخبارك ايه، بدأت تقول انا كويس، وانت من جواك موجوع. يعني جواك موجوع ومظلوم. في عندك خبر هيكون عاجل في حياتك، وده هيجيب لك خبر سعيد، وهيجيب لك حل المشكلة اللي هي شاغلة بالك. المشكلة دي هتتحل، وهتتبدل حياتك 360 درجة. الفترة الجاية هيكون عندك تغيير في حياتك المادية للأحسن بإذن ربنا. عندك انفراجة، عندك أمور حلوة. انت الفترة الجاية دي انت م- مريت بضيقة، بخنقة، مريت بحاجات كتيرة جدا في حياتك. بس اللي جاي لك هيكون أحسن، اللي جاي هيكون أفضل. عندك في خبر في طريقك جاي لك، بس انت دايما بتعاني من الحسد الشديد اللي مسبب لك ألم في ركبتك، مسبب لك صداع، وعندك حسد والصداع مستمر، وبتنسى ودير وتقف التنفس وإرهاق. خلي عندك ثقة في الله. كمان في عندك الفرحة. الفرحة قريب جدا، وانت بقيت قريب من ربنا اكتر، بشاير في طريقك.
والشفاء ان شاء الله والاخبار الحلوة. انت الفترة الجاية هيكون عندك تغيير جذري بإذن الله، وعندك في ترقية وفي سفر بإذن الله الفترة الجاية. حاول ان انت تدعي ربنا بنية الحاجة اللي انت نفسك فيها. انت حيران، وخصوصا الفترة دي مش عارف تاخد قرار صح في حياتك، مش مركز، متضايق، متغير، زهقان، مخنوق، حتى ملامح وشك متضايقة. لكن مش عايزاك تقلق، ان شاء الله ربنا تعرف انت ربنا شايل لك ايه، مش هتبقى كده. حياتك العاطفية فيها توتر وحيرة، عندك في قضية في المحكمة. انت حياتك العاطفية ما فيهاش استقرار، في حياتك العاطفية ملاش، يعني وثقت في ناس كان حياتك فيها بيهم فشلت. آه، الناس اللي دخلت حياتك هي دي اللي دمرتك وجت عليك. انت انت كمان عندك حرف العين وحرف الميم وحرف السين، حرف الألف، حرف النون، دول عملوا لك مشاكل في حياتك. بدأت تنهي علاقاتك بأبراج كتيرة موجودة في حياتك، عملت لك مشاكل، عملت لك توتر. في ناس كتيرة حواليك بيظلموك، ناس جايين عليك، عندك حاجات كتير ضاعت من عندك، حاسس ان انت كرهت الناس كلها عشان الناس منافقة من كتر الضغط النفسي اللي شايفه في حياتك. بدأت تكون ما بفيش عندك في تفاؤل، مستني شغل جديد، تغيير. في واحدة دخلت بيتك، خربت بيتك، خدت منك أعز حاجة، يا إما سرقتك يا إما خدت فلوس، والله أعلى وأعلم. انت مستني قرض او واخد قرض، بإذن الله هيكون عندك فيه تسديد ديون. انت شاكك في مين؟ شاكك في مين اللي سرقك وظلمك؟ حاول ترمي الماضي ورا ظهرك، اللي سابك بمزاجه ما ترجعلوش تاني ولا تبصله. عندك فيه لقاء عاطفي حلو الفترة الجاية. انت زعلان مع الشريك او في نفور مع الشريك او في مشاكل بينك وبين اهلك، انت هيكون عندك فيه لقاء، واللقاء ده هيكون لقاء عمل او لقاء عاطفي او لقاء تعرف على حد جديد، والله اعلى واعلم. اللقاء ده هيكون حلو. عندك واحدة بتجدد لك طاقة، طاقة سحر، يعني طاقة ان تعمل لك مشاكل، ودي بتخليك يكون عندك انفصال بينك وبين شريكك، وعشان كده في نفور وعندك في مشاكل مع الشريك. الفتاة دي من أقرب الناس ليك، وهي ممكن تكون من الجيران أو من أهل الشريك، والله أعلى وأعلم. أنت مع نفسك فكر، هي من أهل الشريك أو من الجيران موجودة حواليك اللي بيكرهوكوا. في كمان عندكوا في زواج واكتمال أمر، كل ما تقرب بتنهي. بس إن شاء الله مهما بتعمل خير محدش طمران فيه، مهما بتعمل محدش بيتمر فيه. انت ناوي على مشروع، ناوي على حياة جديدة، ناوي على مشروع، والله أعلم، أو ناوي تشتري بيت، تشتري عربية، أو تغير. انت عندك أمور جديدة وعندك بداية حلوة بإذن ربنا. انت فشلت في مشروع قبل كده، بس هيكون عندك بداية جديدة، ودي بفضل ربنا عليك. انت رميت كل اللي وراك، بدأت تاخد خطوات لقدام على أرض صلبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قضية المحكمة دي هيكون فيها خير ليك. انت عندكوا حمل، مولود جديد، لم شمل، والله أعلى وأعلم. لا إله إلا الله.
انتوا في عندكوا كمية انتظار قوية جدا، وعندكوا نجاح في عمل، في دراسة او ترقية في عملكوا، في امضة وبصمة ليكوا رغم التعب والهموم اللي عليكوا دي والتكتيفة والتعب. بس انتوا هيكون عندكوا في انطلاقات حلوة، فرحة حلوة الفترة الجاية. عندكوا في حفرة وحد بيحفرها. الحفرة ديت من الناس اللي انت عايش معاهم، من اقرب الناس ليك، ناس قريبين منك. خلي بالك منك. دايما مشاكل والطعنات والخذلان والظلم اللي واقع عليك من اهل الشريك ومن اهل بيتك، من اهل بيتك. انت بقالك فترة، بقالك حوالي كام يوم اكتشفت خيانات وطعنات وظلم. اكتشفت حاجات ما كنتش متخيل ان انت تكتشفها، ما كانش في خيالك. انت العيون والحسد من اقرب الناس ليك. عندك فيه مواجهة مع حد، وهتحط النقط دي على الحروف مع مين. انت خلاص، انت اعلنت حربك وبدأت ان انت خلاص، انت قلت خلاص، بدأت ان انت تعافر وتجاهد عشان توصل لهدفك وتوصل للهدف اللي انت عايزه. بتقول خلاص انا اكتفيت بقى ظلم وكسرة قلب، بدأت ان انا عافر واجاهد واوصل. مش عايز حد في حياتي. في عندكو واحدة ست كبيرة في السن بت بتدعيلكوا في خير هيجيلكوا من حد معين في حياتك، والخير ده جايلك. عايزاك كده الخطوة اللي انت تخطيها دي تكون قدها. لازم تكون واثق. الناس بتدعمك وناس بتحبك، وناس دايما عايزاك تبقى في مشاكل، في توتر. الطاقة عندك هتكون عالية، مستقبلك في شوية لخبطة، بس هتوصل لحياتك وهتوصل للهدف بتاعك الفترة الجاية ديت. انتوا عندكوا زواج وعندكوا خبر حلو، خبر بالحمل، وكمان عندكوا في ترقية وعندكوا فرحة جوه بيتكوا. ربنا يفرحكوا جميعا بإذن الله، وده بفضل ربنا عليكوا. كمان في عندكوا آه اللهم صل على وسلم. عندكوا في تغيير جذري بإذن الله. هيكون عندك في تغيير الفترة الجاية، وهيكون عندك في انطلاقات جديدة، وهيكون عندكوا فرحة جوه بيتكوا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. انتوا عندكوا طاقة إيجابية وطاقة كلها خير، طاقة حلوة. انتوا محتار في اختيارين، مختار حاجتين أو قرارين. انت محتار في حاجتين، وهيكون عندكوا الاختيار ده في حياتكم انتوا. صلوا صلاة الاستخارة وهتكونوا متفوق. انتوا اللي هتاخدوا القرار. صلوا صلاة الاستخارة. انتوا مش عارفين تعملوا ايه، حاولوا كده. كان في اعتذار عندك في حياتك، وكان في امور عكس ما انت متخيلها. انت السحر هو اللي خرب بيتك، هو اللي وقعك ودمرك وعمل لك مشاكل كتيرة انت ما كنتش متوقعها. عمل لك امور عكس ما انت متخيلها. باذن الله وفضل ربنا هتتحقق امنيتك. انت بتسأل على حياتك المادية العاطفية، عن المستقبل، عن الشريك، بتسأل اسئلة كتيرة. انت ربنا هيستجيب لدعوتك. ربنا هيديك الخير اللي انت نفسك فيه، هيديك راحة البال اللي نفسك فيها. بس انت دايما اعرف انت عايز ايه، حط الهدف بتاعك قدامك، ركز على حياتك. ان شاء الله راح يكون عندك خير عكس ما انت متخيل. ان شاء الله باذن الله هيكون عندك انفراجات حلوة، والفرحة باذن الله هتغير من نفسيتك بالكامل. خلي بالك من علاقة تانية، لازم تخلي بالك. ان شاء الله هيكون عندك كل الخير ده بفضل ربنا. هيكون عندك التغيير الجذري اللي انت مستنيه.
هيكون عندك كذا حاجة عكس ما انت متوقعها. لا اله الا الله. ركز على مستقبلك، ارمي كل الواضي، شوف انت عايز ايه وركز عليه عشان ربنا يديك اللي انت عايزه. هتقول انا اتظلمت جه عليا، اتظلمت وجه عليك، بس ربنا هيعوضك. انت اتأذيت، بس انت هيكون فيه عندك فرحة وطاقة جديدة ليك. ربنا يفرح قلبكم يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. واقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمة